انصروا من عاد. بصراحه يا جماعه الراجل ده مهما هنتكلم عليه، اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي بورسعيد، اي تشجع اي نادي لازم تدي للراجل ده حقه. الراجل ده يا جماعه اسطوره فعلا من اساطير نادي الزمالك. انا اهلاوي بس بحب الراجل ده، بحب الراجل ده لاحترامه، بحب الراجل ده لاخلاقه، بحب الراجل ده لحبه لناديه اللي لا يوصف بصراحه، لا بالشو بقى ولا بالاعلام ولا بالهجص ولا بالشتايم ولا بالكلام ده كله. الراجل ده يا جماعه الحته الحلوه اللي باقيه من الجيل الذهبي بتاعنا اللي احنا حضرناه ابو تريكه وسيد معوض، جيل افريقيا فاكرينه. ده الراجل ده حته كده جميله من زمن، من ريحه الحبايب. الراجل ده يا جماعه قرر ان هو يعتزل مرتين، وكل مره بيرجع يلعب تاني عشان خاطر المشاكل الماديه والمشاكل اللي بيمر بيها نادي الزمالك. الراجل ده اللي يتقال عليه فعلا اسطوره حقيقيه داخل نادي الزمالك. الراجل ده الاهلاوي بيحبه، الزملكاوي بيعشقه، الاسماعيلاوي بيموت فيه. بص، كل فئات الشعب المصري بتحترم محمد عبد الشافي. بصراحه محمد عبد الشافي مثال حي قدامنا دلوقتي للاخلاق والادب والحب النادي والانتماء الكروي اللي ما عادش موجود غير في لعيبه قليله. متهيألي ما عادش موجود اصلا في الزمن اللي احنا فيه. تمام، لا بيعمل شو، لا بيطلع يتكلم في الاعلام، لا بيهاجم الجماهير، لا بيشتم، لا بياخد اللقطه، ولا بيحب يعمل اي حاجه. بيشتغل يعمل في الصمت. النادي الزمالك بيحتاجه بيرجع يلعب له من غير فلوس. انت مدرك؟ محمد عبد الشافي بيلعب في نادي الزمالك من غير فلوس حبا في النادي. راجل زي ده يا جماعه المفروض خلاص يا عم انا اعتزل واشوف حالي واشوف حياتي. رجع من الاعتزال اتصاب اسوأ اصابه ممكن تحصل للاعب كره قدم، الرباط الصليبي، وخد اجازه وخلاص وانتهى تقريبا، خلاص شبه رسمي اعتزل تاني. رجع تاني زي ما انت شايف كده ورجع وهينضم لقائمه الفريق. بصراحه محمد عبد الشافي